السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم نشارك معكم حرشه ديال المحلبات بالسميده البيضاء بلا حليب وبلا زبده. كتجي رطبه من الداخل وكتجي مقرمله شويه على برا، كتجي ناجحه لذيذه بزاف وكتوجد بسرعه واقتصاديه. انا خديت نصف كيلو ديال السميده البيضاء، زدت عليها كاس ديال السميده العاديه، السميده رقيقه، وزدت الكاس الا ربع ديال الزيت. خلطت الزيت البلديه والزيت الروميه، ممكن ديروا غير وحده على حسب الاختيار ديالكم. كنرملوها مزيان مع الزيت كما كتشوفوا، كنخلطوها مع الزيت مزيان حتى كتخلطوا. ومن بعد كناخذوا واحد شويه كنحطوه جانبا، كنزيدوا ملعقه كبيره ديال الخميره وكنخويو شويه ديال الماء دافي على الخميره باش تذوب لينا بيد ما نديروا المكونات الاخرى. ومن بعد كنزيدوا الملح، كنزيدوا ملعقه صغيره الملح على حسب الذوق ديال كل واحد، وملعقه كبيره ديال العسل، وكنزيدوا كيس ديال الخميره ديال الحلويات ديال 8 غرام. ومن بعد كنزيدوا الماء. بالنسبه للماء زدت كاس كبير وكاس واحد وكاس الا ربع، يعني الماء دائما على حسب النوعيه ديال السميده. كنخلطوها غير بالاطراف الاصابع، ما كنعجنوهاش باش ما تجيناش الحشره ديالنا معجنه، تجينا لداخل رطبه وفي نفس الوقت كتجي مرمله. وكنخلطو غير باطراف الاصابع كما كتشوفوا. الخليط ديالنا خصو يكون جاري باش تجينا ناجحه، ما تجيش باش ما تهرش لينا وما تفرتتش لينا. من بعد ما كنخلطو كنغطيوه واحد شويه على حسب المده، باش المده اللي غادي تشرب فيها السميده الماء، يعني 10 دقائق حتى 15 دقيقه. ومن بعد كناخذوا المقله كندهنوها بالزيت، ممكن نعوضوا الزيت بالزبده على حسب الاختيار ديال كل واحد. ندهنوها مزيان. ومن بعد ما كندهنوا المقله بالزيت كناخذوا هذاك الخليط اللي بقى لينا، داك الخليط اللي حيدنا من داك الزبده، الخليط ديال السميده والزيت اللي حيدنا قبل ما نديروا المكونات الاخرى. كنقادوه مزيان على الوجه ديال المقله كما كتشوفوا. ومن بعد كناخذوا العجين كنخويوه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وكناخذوا داك الخليط اللي بقى لينا ديال الزبده عفوا الخليط اللي بقى لينا ديال السميده والزيت، كنقادوه مزيان على الوجه ديال الحرشه. بالنسبه لانا تعجبني تكون غليظه شويه. نتوما ممكن ديروا مقله كبر من هذه ولا تقسموها على جوج. من بعد كنديروها على النار تكون متوسطه، وملي تبدا كطيب كنديروا هاد البلانشه هذه. ممكن لما توفرش عندنا غير نتكوها بشي عود يكون رقيق بزاف باش ما تبوقش لينا. من بعد ما كتبان لينا هكا، كتبان لينا مهزوزه وكتبان لينا محمره، كناخذوها وكنقلبوها. من بعد ما كنقلبوها كنرجعوا الوجه اللي كان الفوق باش يطيب ويتحمر. بالنسبه للحرشه ديالنا كما كتشوفوا، من بعد ما كطيب كنقدموها راه دغيا يعني كتوجد، كنقدموها على هذا الشكل هذا. كتجي رائعه كما قلت لكم، كتجي مرمله وفي نفس الوقت كتجي رطبه، ما كتكسرش ما كتفرتتش، وكتجي مقرمله شويه في الفوق يعني في الجناب.